نسعد في هذا اللقاء ان يكون معنا دكتور مجدي بدران، استشاري وعضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. برحب بيه معنا. اهلا بحضرتك دكتور مجدي. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. دايما دكتور مجدي يعني بيجيب لنا الجديد في المجال الحساسيه، والنهارده احنا اخترنا عنوان حساسيه الحشرات. يعني حساسيه الحشرات يمكن موضوع الساعه في هذه الايام. اخترت موضوع هام جدا وخطير جدا والعالم كله اصبح بيهتم بيه. راس الناموسه لما نبص هنلاقيها ليها خرطوم. شايف الخرطوم ده؟ دي خرطوم، دي شفه. الشفه دي مش بس حاجه سهله كده، دي الشفه دي بتحمي من جوه عده اجهزه غايه في الدقه. برضه شوف اما تبص ده على المنظر البعيد، بص على الناموسه وجايه ده على الجلد، سطح الجلد. اختارت الهدف اللي هو مش دريان، اللي هو نايم مش واخد باله خالص، وعندها كمان ممكن تكتشف الهدف بالليل. يبقى بتحط الخرطوم بتاعها، انا هسميه الشنيور. شايفين الشنيور اللي في النص ده زي الخرطوم اللي هتمص بيه الدم عشان تعمل اللي هتعمله. بص بقى حضرتك، تيجي نرفع الشفه ونشرح الشفه ونشوف الشفه جواها ايه، تفاجئ ان احنا عندنا 6 انواع من الابر بالظبط زي ده، وده بحث حديث جدا. شفت ناموسه. شفت ناموسه 6 ابر. والانتنه او الاريا عندها 150 مستقبل رايحه على الهدف بتاعها بالظبط، تختار الهدف بكل براعه وبدون اخطاء. شوف حضرتك الحاجه الزرقاء على الناحيتين دول ابرتين هنسميهم المنشار. هو فعلا زي المنشار لانه بينزل على الجلد ويقعد ينشر مش واخد باله، وكمان وهو بينشر يديك مخدر فما تحسش وهو بينشر. يخرم كده وينزل. يخرم على الناحيتين يمين وشمال اللي هو الازرق. في نفس الوقت وهو بينزل الازرق بينزل حاجه صفراء، الابرتين الصفر وعاملين اللي بيليهم على طول الصفر دول، وفيهم في الطرف عندهم حاجه عامله زي لولويه كده، زي لولب زي مثلا حاجه كده، ويروح نازل عشان يرتكز. هنسميها دعائم ارتكاز. بعد كده كمان دعائم ارتكاز. بعد كده كمان بص بقى، بعد كده كمان بص على الحاجه الحمراء. الحاجه الحمراء حضرتك الحاجه الحمراء دي كلها، تسلم ايدك. الحاجه الحمراء دي كلها ده الخرطوم اللي بيمص الدم، ولكن في نفس الوقت اما بيمص الدم في ناحيه ثانيه حاجه خضراء في الصوره دي. الخضراء، الانبوبه الخضراء او الابره الخضراء دي كلها دي بتحط لعاب. اللعاب ده بيعمل لي حساسيه، اللعاب ده بيدخل لي مواد تعمل لي تخليها تورم. الحاجه الحمراء دي بتمص الدم. مص الدم يقوم يديني حاجه ابره وهو بيمص الدم، عشان اول شيء بيبحث، عشان بحث عن الدم ده بيقعد يبحث فين؟ الشعيره الدمويه، الوعاء الدموي اللي فيه الدم. 1 2 يوم ياخد الدم، وهو بياخد الدم يوم يفصل الدم، ياخد الدم المركز عن الميه، يطلع الميه، ياخد دم المركز، ياخد الدم. وهو بياخد الدم ده كلها يبتدي يديك ماده ثانيه عشان ما يتجلطش، عشان يلحق يقعد يمص وتشبع من الجرعه بتاعتها اللي ممكن ما اكونش دريان وانا مش حاسس خالص انها شمعت، وهكذا. بتاخد الدم، ودي تاخد الدم بتروح مديني، لو هي ناموسه ما فيهاش مشاكل تديني اللعاب يعمل لي حساسيه او ورم عند بعض الناس، ولكن احيانا بتدخل لي فيروسات تعمل لي مشاكل، زي مثلا الزيكا دلوقتي اللي في امريكا اللاتينيه. وفي بعض الملاريا وهكذا. امال انت بتوجع يعني يا دكتور؟ في بعض بيقول لك هي بعد ما تمشي توجع بقى تعمل الم. الله ينور عليك. وهي بتسحب بقى اللي انت اتكلمت عليها بقى. في بعضنا ما بيحصلوش حاجه، في ناس يقول لك لا ده الناموس رومي، ده الناموسه بتخليني قد البيض. ايوه الناموسه وهي دلوقتي اما دخلت اللعاب بعد ما خدت الدم حقنت حقنه خلتني عندي حساسيه للمواد دي. فبيحصل الجهاز المناعي عايز يتفاعل، فبيحاول يتفاعل، يقوم يطلع بعض الخلايا ويطلع مواد وهكذا، يقوم يعمل لي اللي انت شايفه الاحمرار والالم والتورم ده والحكه. كل ده من حته ناموسه واحده. والجديد كمان ان ممكن ناموسه تورثني في حته واحده بس، كانت رقبتي مكشوفه او خدي مكشوف، ولكن اصحى الصبح الاقي رجليا فيها حوالي 100 حاجه زي دي، 100 احمرار و100 ورم، مع ان اتقرصت قرصه واحده بس. عشان كده بنشخصها بسهوله. يعني مش بتقتصر على المكان اللي هي قرصت فيه فقط، ده بنسميها زي ما تكون بتفقع في كذا مكان على طول. تلاقي مثلا قرصه واحده بس، الجهاز المناعي بيتفاعل بقى وخلاص بيتهيئ الجسم كله. الضعيفه اللي هي فتلاقي الخلايا بتروح مطلعه المواد دي كلها بتاعت الحساسيه، فبتظهر الحاجات دي كلها. بنقول له عندك حساسيه حشريه، وساعات بيسموها غلط، يسموها ارتكاريا حشريه. هي نوع من الحساسيات، ممكن تبقى ارتكاريا فعلا، بس هي في الغالب بالشكل ده. زي شوف برضو دي واحده اهي برضو جايه المنطقه دي. بعد كده ده برضو المستقبلات برضو موجوده. حضرتك
الملاريا لازم نعترف ان لنا اعداء، ولازم نعرف اعدائنا في كوكب الارض. اعدائنا من كوكب الارض، الناس كلها بتخاف من الانفلونزا، الانفلونزا كل سنه تقتل 500,000. تخيل حضرتك بقى ان الملاريا بتقتل من 800 900,000 انسان سنويا، ودول كلهم بيبقوا اطفال في الغالب وبيموتوا. وزي ما نشوف برضه بتعتمد على برضه قرون الاستشعار اللي احنا بنسميها الانتنه، اللي بيبقى عليها برضه المستقبلات بحيث ان تختار الضحيه.